بروميشنال ماركتنج يعني انت بتستأذن ان انت تسوق له بعد لما الزبون يشتري منك. ازاي تتاكد ان انت بتلعب على حته هو يخليه يشتري منك تاني وتالت ورابع وخامس؟ انت عايز تبتدي تبعت حاجه اسمها بوندنج سيكونس. اول ايميل بيبقى ويلكم، اهلا بيك، مبروك ان انت اشتريت الكورس بتاعنا كذا كذا كذا، هتلاقينا بنبعت لك الايميل ده لما تشتري الكورس. الطريقه دي اجريسيف شويه وبتقفل الزبون. اون بوردنج سيكونس بتاعك هو لما تخلي العميل يبدا معاك السيلز اكسبيرينس، عشان ده اللي هيحدد هو الزبون ده هيرجع يشتري منك او ما يشتريش منك. انا في العادي ممكن اشتري حاجات من شركات على حسب انا عارف خدمه العملاء بتاعتهم كويسه او مش كويسه، ان خدمه العملاء بتاعتك تبقى ايه ليفل دايما، عشان ده هيبقى اكبر عامل ان العميل الزبون بتاعك هيرجع يشتري منك ولا لا. 80% من الدخل بتاع الشركه بتاعتك بيجي من 20% من الزباين بتوعك. اغلبيه الشركات ممكن اول برودكت بيشتريه ان هم مش بيعملوا فلوس، عشان هم بيعتمدوا عن ان انت هتشتري منهم برودكت تاني. يعني ابل تقريبا اول برودكت انت بتشتريه من ابل هو بيخسر $1000. انت بعد ما تشتري اول برودكت من ابل انت هتشتري كل حاجه تانية، ساعتك، السماعات، الكمبيوتر، كل حاجه هتشتريها ابل. فهنا اللعبه، وعلى حسب برضو قدراتك في كل شركه.